السلام عليكم، يلا حي. هذا مقطع يا جماعة الخير موجه للي يطلعون كشتات، اللي يستخدمون قدرة ضغط سواء في البيت في طلعاتهم، الأمهات اللي يطبخون على قدرة ضغط. والله إنه مهمة هالنقطة هذه، ركزوا فيها يا جماعة الخير. لكن شوفوا المقطع عشان أعلق لكم على الموضوع اللي أنا ملاحظة وفي أغلبكم ما ينتبه. شوفوا يا جماعة. واي عبد الله الوحش اليوم متألق عبد الله. واي يا جماعة الخير بعضهم يفك مسمار التنسيم حق الهواء حق الضغط، تمام حلو، فيطلع البخار يطلع لين يخف الضغط، يبقى شوية هواء، فيروح هو ايش الاخ يسوي؟ يفك المسمار حق قدر الضغط. وهذه اكبر مصيبة. شايفين انت في المقطع ايش سوى؟ فك هذا كان فاك لين طلع البخار، وبعدين بقى فيه هواء شوي، وقاعد فك هذا وضرب نفس الغطاء طار فوق في السقف. فانتبهوا يا جماعة الخير، اللي يطبخ لا يستهون برقبته، ترى ضربة من الغطاء حق قدر الضغط على رقبتك من هنا ولا هنا كافية انها خلاص انك الله يرحمك. فانتبهوا للنقطة هذه يا جماعة الخير. بعضكم ما يركز فيها، هذه اخطر ما فيها. خلي لين ينسم ما يبقى هواء نهائيا عشان لا يحدث انفجار في الغطاء. حتى لو بقى هواء شوي وفكيته راح يضرب معك.